السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، نبدأ مع بعضنا منهج الترم الأول. وأول درس عندنا هو الأعداد النسبية. إحنا كنا درسنا مجموعات أعداد، بدأنا بأعداد العد، تبدأ بواحد واثنين وثلاثة وأربعة. ودرسنا الأعداد الطبيعية اللي هي طاء، وعارفين إن الأعداد الطبيعية أو طاء بتساوي، تبدأ بصفر وواحد واثنين وثلاثة إلى ما لا نهاية. بعد كده درسنا الأعداد الصحيحة صاد، واللي هي بتنقسم لثلاث مجموعات: مجموعة الصفر، والمجموعة الصحيحة الموجبة واللي عليها صاد موجب، والمجموعة الصحيحة السالبة، سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة إلى ما لا نهاية. بس عندنا إيه تاني مش موجود في مجموعات الأعداد، أو إيه اللي افتقدناه في الأعداد اللي إحنا درسناها من أولى لستة ابتدائي ومش محطوط في مجموعة من المجموعات؟ صح كده، ممتاز. الكسور والاعداد العشريه. الكسور والاعداد العشريه مش موجوده في مجموعه، او مش مدرجه في مجموعه اعداد احنا درسناها حتى الان. وهو ده دور الاعداد النسبيه، او بدايه دراسه ادراج بقى الكسور والاعداد العشريه في مجموعه اعداد. فبيقول لي هي الاعداد النسبيه، فتعال نعرف يعني ايه عدد نسبي. تعريف العدد النسبي نفسه، ايه هو العدد النسبي؟ العدد النسبي تعالى نكتبه زي ما بنكتبه رياضيا كده بالرموز، نقول هو أ على ب، حيث أ وباء تنتمي لصاد، الاتنين أعداد صحيحة، وباء لا تساوي صفر. ده التعريف زي ما بيتكتب جبريا باستخدام الرموز. بس تعالى كده نعرف ايه بقى قصة الرموز. ده هو أي عدد نقدر نكتبه على صورة أ على ب، صورة كسر بسط ومقام، بشرط إن البسط والمقام يكونوا أعداد صحيحة. والشرط الأهم والضروري جدا إن الباء لا تساوي صفر، اللي هي المقام لا يمكن أن يساوي صفر. ودي نقطة مهمة جدا، المقام لا يمكن أن يساوي صفر. وده أهم شرط في تعريف العدد النسبي. طب تعالى ناخد أمثلة. زي لما بكتب واحد على التلاتة، فده عدد نسبي. عرفت منين إنه عدد نسبي؟ المقام عدد صحيح، البسط عدد صحيح، البسط طبعا اللي فوق واحد عدد صحيح، والمقام 3 عدد صحيح، والمقام لا يساوي صفر، فده عدد نسبي. طيب أنا كتبت خمسة يا مستر، الخمسة دي عدد نسبي ولا لأ؟ الخمسة عدد نسبي. لأ، كده أنت خليت الشرط فين؟ البسط والمقام. أي عدد صحيح مقامه واحد، فهي أصلا خمسة على واحد، بس إحنا اختصارا بنقول خمسة، لكن المقام بتاعها واحد، فعشان كده هي عدد نسبي. صفر عدد نسبي؟ عدد نسبي. المقام بتاعه كام؟ واحد. صفر على واحد، فالصفر نفسه هو عدد نسبي. لا، تعالى احنا نقول ان اي عدد صحيح هو عدد نسبي. اي عدد صحيح تقابله هو اصلا عدد نسبي. طيب لو انا كتبت 3 من 10، ما دي عدد نسبي. فين البسط والمقام بقى؟ ما هي اصلها 3 على 10. كتبت 6 من 100، دي عدد نسبي. طب هي اصلها 6 على 100، واللي احنا نقدر نختصرها بعد كده وتبقى 3 على 50 لو انا قسمت البسط والمقام على 2. فلما بقسم البسط والمقام على 2 بيبقى الناتج 3 على 50. يبقى احنا وصلنا دلوقتي ان العدد النسبي هو اي عدد ينفع نحطه في صورة بسط ومقام، والاهم اوعى المقام يساوي صفر. المقام ما ينفعش يبقى بصفر. طب تعال نشوف السؤال ده بيقول ايه. بين اي من الاعداد الاتيه نسبي وايها غير نسبي. قول لي بقى اللي قدامك ده نسبي ولا غير نسبي. 3 على 5 عدد نسبي ينتمي لنون، النون طبعا اللي هي مجموعة الأعداد النسبية. سالب 3 على 7
البسط عدد صحيح، المقام عدد صحيح، المقام لا يساوي صفر، تنتمي لنون. 0/7 البسط عدد صحيح والمقام عدد صحيح والمقام لا يساوي صفر، بقى عدد نسبي. 5/8 عدد صحيح وعدد صحيح والمقام لا يساوي صفر، فهي عدد نسبي. 19 مقامها 1، 19/1، فدي عدد نسبي ينتمي لنون. 2.5 ده صورة عدد صحيح وكسر، اللي انا اقدر اكتبه 2 في 2 ب4 زائد 1 اللي هي فوق تبقى 5، فيبقى ده 5/4، وده 5/2 اسف، دي 5/2، المقام ما يتغيرش، يبقى بقت بسط ومقام، والمقام لا يساوي صفر، فده عدد نسبي. -5 مقامها 1 تنتمي لنون. الصفر مقام 1 ينتمي لنون. 32/100 اللي هي 32/100 بسط ومقام، والمقام لا يساوي صفر. 3/0 هنا لا تنتمي لنون، لأن المقام بكم؟ صفر، ودام المقام صفر لا يمكن أن يكون عدد نسبي. -3/7 عدد صحيح وعدد صحيح والمقام لا يساوي صفر، تنتمي لنون. 3/س، ايه ده؟ طب ما مش عارف السين بكام، ما من السين دي مش ممكن تبقى بصفر، يبقى ده مش هيبقى نسبي. قال لي حيث س تنتمي لصاد نجمة. صاد ستار دي او صاد نجمة معناها كل الاعداد الصحيحة ما عدا الصفر. صاد ستار دي او صاد نجمة معناها كل الاعداد الصحيحة ما عدا الصفر، يبقى ده عدد نسبي. ليه؟ هو اشترط ان السين عمرها ما هتبقى بصفر، فيبقى ده عدد نسبي. دي قصة الاعداد النسبية، او اعرفها ازاي؟ عرفنا ان انا عندي شرط مهم جدا، ان المقام اوعى يبقى بصفر. عشان كده لما يجي يقول لي العدد الشرط اللازم ليكون العدد س على صاد نسبي هو نقط، ويديني اختيارات كده، يقول لي ان السين لا تساوي صفر، ولا الصاد لا تساوي صفر، ولا س وصاد لا يساوي صفر. الاتنين مع بعض ما ينفعوش يبقوا بصفر، س لا تساوي صفر وصاد لا تساوي صفر، ويقول لي اختار. طبعا قايل لي حيث س وصاد اعداد صحيحه او ينتموا لصاد. تعالى كده نفهم السؤال. هو بيقول لي الشرط ان السين على صاد دي تبقى عدد نسبي. الشرط بتاعنا ايه؟ ان س وصاد يكونوا اعداد صحيحه. ما هو قايل لي هنا س وصاد اعداد صحيحه، بس الشرط الضروري واللازم ان المقام لا يساوي صفر، والمقام هنا اللي هو مين؟ صاد، فالاجابه بتاعتي هتبقى صاد لا تساوي صفر. طب تعالى نشوف السؤال ده، وركز بقى في السؤال ده. الشرط اللازم ليكون س على صاد تساوي صفر هو حيث س عدد صحيح وصاد عدد صحيح. وبيقول لي ان السين تساوي صفر، ولا الصاد تساوي صفر، ولا السين تساوي صفر وصاد لا تساوي صفر. الاتنين دول كده اختيار واحد. تعالى كده نركز في السؤال ونشوف هو بيقول ايه هنا. هو بيقول لي ان انا عايز الناتج ده يطلع بصفر. الصفر ده طبعا احنا عارفين ان هو عدد نسبي. طب انا عايز الناتج عدد نسبي، يبقى المقام اللي هو الصاد دي لا يمكن ان تساوي صفر. بس انا عايز الناتج يبقى صفر. عشان الناتج يبقى صفر لازم البسط يساوي صفر. البسط اللي هو مين؟ السين. يبقى لازم س تساوي صفر. يبقى الإجابة بتاعتي هيبقى الاختيار الأخير ده، إن السين تكون بصفر والصاد لا تساوي صفر. تعال نشوف السؤال ده بيقول إيه. العدد 3/س - 5 يعبر عن عدد نسبي. هو عدد نسبي، يبقى على طول المقام لا يمكن أن يساوي صفر. اوعى س - 5 دي تطلع بصفر أبدا، لأن هي دي المقام.
ما ينفعش المقام ده يبقى بصفر. طيب ماشي، يبقى السين دي المفروض ما تبقاش بكام؟ انقل الخمسة بعكس الإشارة، يبقى س لا تساوي 5. ادي أول إجابة سؤال. العدد سالب 3 على س زائد 7. س زائد 7 دي المقام، ينفع تبقى بصفر؟ لا، س زائد 7 دي لا تساوي صفر. انقل السبعة بعكس الإشارة، يبقى س لا تساوي أيوه سالب 7. العدد 2 س ناقص 3. 2 س ناقص 3، يبقى المقام بتاعي 2 س ناقص 3. ده اوعى يبقى بصفر. يلا نحل. ننقل سالب 3 دي بعكس الإشارة، يبقى ال 2 س ما ينفعش تبقى ب3. طبعا عايز السين لوحدها، يبقى هقسم على الاثنين في اليمين واليسار، الطرف الأيمن والطرف الأيسر. يبقى س لا يمكن أو تساوي 3 على 2. العدد 3 سالب 5 على 3 س زائد 2 يعبر عن عدد نسبي. خلاص، يبقى المقام لا يمكن أن يساوي صفر. يعني 3 س زائد 2 دي لا يمكن أن تساوي صفر. يلا كده حلها، وقف الفيديو وحلها. فعلا 3 س لا يمكن أن تساوي سالب 2. يبقى هقسم على 3 في الأيمن وفي الأيسر، يبقى س لا يمكن أن تساوي سالب 2 على 3. يبقى الإجابة بتاعتي سالب 2 على 3. طب العدد ده 5 على س، يبقى س لا يمكن أن تساوي صفر. خلاص عرفنا إن الس ما ينفعش تبقى بصفر. طب العدد ده 7 ناقص س، خلي بالك عشان هو عاكسها هنا، قايل 7 ناقص س، أقول له ماشي لا يمكن أن تساوي صفر. وهي نفس الطريقة. السبعة هنا موجب ولا سالب؟ السبعة موجبة، دايما العدد إشارته على يمينه. العدد إشارته على يمينه، يعني السبعة إشارتها موجبة. أما أنا مش كاتبها ليه؟ لأن هي دي الافتراضي، لما أنا ما اكتبش سالب تبقى الإشارة بتاعتي موجبة، فهنقل بعكس الإشارة. يبقى سالب س، أيوه سالب س هي اللي باقية، لا يمكن أن تساوي سالب 7. طب اقسم بقى على السالب هنا وعلى السالب هنا، يبقى س لا يمكن أن تساوي 7. ده سؤال وبيتكرر دايما في الامتحانات، من الأسئلة المشهورة جدا. طب تعالى نشوف بقى لما أكون عايز الناتج يبقى صفر. أنا عايز العدد ده يساوي صفر، عايز الناتج بصفر. مين اللي ينفع يبقى بصفر؟ البسط ولا المقام؟ البسط هو اللي ينفع يبقى بصفر. المقام ينفع يبقى بصفر؟ لا، ما يبقاش عدد نسبي. الصفر أصلا عدد نسبي، فعشان يطلع الناتج صفر يبقى لازم ده يكون عدد نسبي. يبقى البسط بتاعه بس هو اللي ينفع يبقى بصفر. يعني 5 س دي تنفع تبقى بصفر. يبقى السين هتبقى بكام؟ بصفر، عشان 5 في صفر بصفر. هنا انا عايزه يبقى بصفر، يبقى مين اللي ينفع يبقى بصفر؟ البسط اللي ينفع يبقى بصفر. يبقى س زائد 3 هي اللي هتطلع بصفر. يعني س تطلع بكام؟ بسالب 3. ممتاز تمام. س ناقص 4 يبقى الس بكام؟ ب4. 2 س زائد 1، يبقى يلا حل بقى. 2 س زائد 1 دي تساوي صفر، يبقى ال 2 س دي تساوي سالب 1، يبقى الس دي بتساوي سالب 1 على الاتنين. حلينا معادلة عادية خالص. هنا البسط هو اللي ينفع يبقى بصفر، يبقى س زائد 1 دي هي اللي هتساوي صفر، يعني س تساوي سالب 1. يبقى أنا عرفت إزاي أقول إن العدد ده نسبي، أو الشرط اللي يخلي العدد نسبي والشرط اللي يخلي العدد بصفر. طب تعالى نشوف بقى هنا، هو العدد النسبي ده يتكتب بكام طريقة؟ لا، بطرق كتير. انا عندي ممكن يكون عدد صحيح، احنا عرفناها كل الاعداد الصحيحه هي اعداد نسبيه. ممكن يكون عدد عشري او كسر عشري، ممكن يكون كسر اعتيادي. ايوه ده ممكن يكون نسبه مئويه. انا اقدر اكتب العدد بكام طريقه؟ باكتر من طريقه. عدد صحيح كلنا عارفينه، عدد عشري زي 1.3 ده اسمه عدد عشري. طب خليني انا العدد العشري ده عايز اعمله كسر، اعمل ايه؟ خلاص انا هحط المقام، العلامه بعد كام رقم؟ ما هي العلامه بعد رقم واحد بس، يبقى انا هقول 13 على 10 ومفيش اختصار. خلاص هي دي ابسط صوره للعدد. طيب لا، ده هو يا مستر كاتب لي 3 على 5 وعايز يعملها عدد عشري بقى،
والله انا اقدر استخدم الاله الحاسبه، اقدر استخدم الاله الحاسبه اللي هي تديها لك 6 من 10. بس لما تيجي تستخدم الاله الحاسبه في عدد زي ده 1 على الثلاثة، هتلاقي الاله الحاسبه كانت تديها لك ايه؟ 0.33. هتبدا تكرر لك الثلاثه كتير جدا. ده اسمه عدد عشري دائري. دائري يعني غير منتهي، ما بيوقفش. التلاتات دي ما بتوقفش خلاص. فانا ما بكتبهوش كده، انا اكتب 3 من 10 واحط عليه زي سكون صغيره كده. ده معناه ان التلاته دي بايه؟ بتتكرر دايما. التلاته دي بتحصل لها تكرار دايما. تعال نشوف مثلا عدد زي، لما اجي اتكلم عن 1 على 11. انا عايزه اشوف هو هيطلع كام الواحد على 11 ده. فانا محتاج ان انا اعمل على الاله الحاسبه الكسر الاعتيادي 1 على 11 واشوفه هيطلع ازاي. عملته على الاله الحاسبه. عملنا الكسر على الاله الحاسبه فطلع بالصوره دي 0.90909. ايه ده؟ ايه ده؟ ده ال 09 دي بتتكرر دايما. ما هو دائري غير منتهي. يعني انا اقدر اكتبه 0.9 واقول ان الصفر بيتكرر والتسعة بتتكرر، اللي هي 0.9 دائري. الاتنين دول بيحصل لهم تكرار او بيتكرروا في صورة دائمة. طب صورة النسبة المئوية دي بقى ازاي؟ برضو لو انا خدت العدد 3 على 5 وعايز اخليها نسبة مئوية، كل اللي انا عايزه، انا عايز المقام اللي تحت ده يبقى 100. فالمفروض ان انا هضرب في 20 وهضرب 20 في البسط، فهتبقى 60. يعني الكلام ده 60%. نكتبه بالصورة دي. لما اخد عدد زي 13 على 10، ليه؟ انا عايزها نسبة مئوية. طب انا اعمل ايه؟ هي اصلا 13 على 10. طب لا، انا عايزها كام على 100؟ فانا هضرب في 10 في البسط والمقام عشان تطلع معايا 130. اسمها 130%. وبرضه اقدر استخدم الآلة الحاسبة اللي توضح لي قيمة النسبة المئوية. تعال نشوف هنا. انا عايز العدد ده تكتبه لي على صورة ألف على باء. انا عايزك تكتبه لي في صورة بسط ومقام. يعني هنا 9 وتلت بين علامة القيمة المطلقة اللي احنا خدناها في سنة 6. الناتج اللي جواها لازم يطلع عدد ايه؟ موجب. فهتبقى 9 وواحد على التلاتة. عايز اخليها بسط ومقام بس. قلنا بنضرب العدد الصحيح في المقام ونجمعه على البسط. صحيح في مقام زائد البسط. 3 في 9 ب 27 زائد واحد فوق يبقى 28. والمقام بيقعد زي ما هو 28 على 3. 15 من 100 يعني 15 على العلامة بعد رقمين يبقى على 100. طبعا دي فيها اختصار. لو حطيتها على الآلة الحاسبة فالآلة الحاسبة هتطلعها لك 3 على 20. يبقى هي دي 3 على 20. 40%. 40 على 100. وبرضو لو حطينا الكسر ده على الآلة الحاسبة الآلة هتطلعه لي 2 على 5. لأن أنا قسمت هنا على 20 وقسمت تحت على 20 فهتطلع معايا 2 على 5. طيب 75 من 100. دي 75 على 100 وده كسر مشهور جدا اللي هو كام؟ 3/4 أو 3/4. صفر. صفر على 1. سالب 1 من 100 يبقى سالب 1 على 100. طب تعالى نشوف السؤال ده. عايز عدد عشري تكتبه لي في صورة عدد عشري وتكتب لي نسبة مئوية كمان. طب تعالى نبدأ. 16 على 25. دي 25 دي. 25 انا عايزها تبقى 100. هضرب في 100 في البسط وفي هضرب في 4 عشان المقام يبقى 100. 4 في 25 ب 100. فدي تبقى 100. و4 في 16. 4 في 6 ب 24. 64 على 100. طب تبقى عدد عشري 64 من 100. طب نسبة مئوية 64%. سالب 2 وربع جوه المقياس جوه القيمة المطلقة يبقى هيبقى 2 وربع. الربع ده اللي هو كام؟ 25 من 100. فتبقى 2 و25 من 100. ده كده عدد 10. طب عايزها نسبة مئوية 225%. حركت العلامة مرتين لقدام.
طب 25 على 8، طب ما انا ال8 دي انا اقدر اضربها في 125 عشان تبقى ايه؟ 8 في 125 ب 1000، القيمه بتاعتها تبقى 1000. وطبعا اكيد هضرب برضو ال 125 اللي فوق دي في ايه؟ ال 25 اللي فوق دي هضربها في 25 عشان يبقى عندي العدد ده 3125 على 1000. 3125 على 1000. طب عايز عدد عشري، ها العلامة بعد ثلاث أرقام، ثلاث أصفار، يبقى 1 2 3، يبقى 3125 من 1000. طب عايز نسبة مئوية، حرك العلامة لقدام مرتين، تبقى 312 و5 من 10 في المية. 2 ونص، 2 و5 من 10 لأن الكسر ده مشهور جدا. عايزها نسبة مئوية، حرك العلامة لقدام مرتين، تبقى 250%. 1/6، يلا اعملها بالآلة الحاسبة كده، اقسم 1/6، شوف الناتج بتاعك كام. ده طالع يا مستر واحد، بعد كده 6 6 6 6، والستة بتتكرر على طول، اللي هو قلنا ايه؟ عدد دائري. يبقى هكتب ده 1 و6، والستة دي دائري يعني بتتكرر دايما. طب عايزها نسبة مئوية، ما انا تقريبا هي هتبقى 16 على 100، بس في بعد الستة دي في ايه؟ ستة تاني، فتدي الستة دي واحد، فاحنا تقريبا نقول عليها 17%. طب 3 على 20 هضرب في الخمسة بسط ومقام، هضرب في 5 بسط ومقام. ليه؟ عشان ال 20 دي تبقى 100، فتبقى 15 على 100 اللي هي 15 من 100. طب عايزها نسبة مئوية، يبقى 15%، لأن أنا حركت العلامة دي مرتين لقدام. دي الطريقة اللي أنا بكتب بيها الأعداد العشرية. دي تقريبا كل الأفكار اللي موجودة في الدرس الأول. لو في أي سؤال أو أي كومنت عندك، اكتبه في الكومنتس تحت، في التعليقات تحت. لو عندك أي سؤال ببقى سعيد جدا نتلقي أي أسئلة منكم. نكمل مع بعضنا الحصة الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.